في أوقات بتحس إن أنت عندك طاقة كبيرة جدًا إن أنت تخلّص كل اللي وراك مهما كان اللي وراك إيه، وأوقات بيبقى أنت مُلزم إنك تعمل حاجات كتير وما عندكش أي طاقة ولا أي شغف إن أنت تعمل أي حاجة، وده سلاح النهارده اللي إحنا جايين نتكلم عليه، الشغف. الشغف سلاح ذو حدين، ممكن يفيدك في حياتك وممكن يكون أكتر حاجة بتضرك في حياتك، عشان كده في حلقة جديدة من دفتر العراف هنتكلم عن الشغف. دايمًا لمّا نشوف حد حقق نجاح كبير بيقعد يقول الشغف وإن هو ده كان نِفْسه وإن دي كانت طموحه وإلى آخره، فإيه فكرة الشغف والطموح والكلام اللي هو تحس إن هو كبير كده وإن الناس بتجري وراه وفي نفس الوقت إحنا مش بنحسه أو إن أنت في الوقت العادي بتاعك يعني ساعات بتحس إن أنت عندك شغف لحاجة وساعات لأ، وساعات بيبقى أنت نِفْسك تعمل حاجة أوي وما بتعملهاش، وفي نفس الوقت بتبقى أنت المفروض تعمل حاجات كتيرة أوي وما بتعملهاش، تحت مسمى إن أنا الشغف بتاعي مش جاي معايا الحاجات دي، أنا مش شغوف بالكلام ده، أنا مش دي مش طموحي، دي مش حياتي، دي مش عارف أنت مجرد كلام كبير بيعقّد دماغنا وبيخلّينا بس نحس إن إحنا مش قادرين. عشان كده إحنا عايزين نتكلم عن الشغف. الشغف هو فكرته إن هو حاجة كده كلمة إحنا بنقولها بتضخ دوبامين في جسم الإنسان. أنت من أول لما تقعد تقول إن أنا شغف بحاجة وإن أنا عندي فكرة معينة تحس إن أنت خلاص بقيت أنت توب 1 في الحاجة دي، مع إن في الحقيقة أنت لسه في بداية الكلام، أنت لسه في بداية الجملة، إن أنت لسه هعمل كذا، إن أنا شغفي مثلا في الكورة أو في الكتابة أو في القراءة أو حاجة زي كده. فده شغف. إزاي بقى نحوّل الشغف ده من مجرد شغف لحاجة في أرض الواقع، إن إحنا حاجة فعلًا بننفذها أو حاجة فعلًا بنعملها؟ وهنا تيجي الفكرة، إن الشغف دي حاجة حلوة، إن أنت تبقى شغوف بحاجة معيّنة، طموح ليك عندك طموح معيّنة في حاجة، دي حاجة كويسة جدًا. بس كون إن أنت شغوف بس أو طموح بس، هنا تيجي الفكرة بقى، هنا تيجي المشكلة. ما ينفعش تبقى أنت الاتنين دول بس، لإن أنت الشغف ما بيأكلش عيش، الشغف مش هينجّحك، طموحك وأفكارك هي مجرد طموح وأفكار في دماغك، مش في أرض الواقع. عشان كده إحنا بيبقى عندنا شغف وطموح عايزين نجري ونحقق حاجات كتيرة في أول فترة بس. يعني إحنا مثلًا لو عندنا timeline أو فترة زمنية معيّنة، فأنت شغفك أو طموحك أو حياتك إن أنت بتفكر فيها بتبقى في الجزء ده، اللي هو فيما يعادل 25% من الtimeline اللي هو المدة الزمنية اللي إحنا عايزين نجري فيها أو نحققها. فال75% الباقيين دي عبارة عن مجهود وزعل وإن أنت مش قادر وإن أنت مضغوط وعايز تحقق اللي أنت فكرت فيه أو اللي أنت طمحت فيه ده. فعشان كده لازم تفكر تاني وتالت ورابع. أنت شغفك ده بناءً على إيه؟ يعني مثلًا تيجي تقعد مع نفسك كده وتقول مثلًا أنا عندي شغف للعبة الكورة، عندي شغف مثلًا في كلية معينة، عندي شغف لحاجة معينة، تبدأ بقى تشوف أنت إيه اللي محركك الأساسي. طب مثلًا واحد عنده شغف في لعب الكورة، فالشغف ده عبارة عن إيه؟ إن هو بيحب الكورة، فالمفروض يبقى جسم رياضي، عقليته كويسة عشان يعرف يتحرك أو يعرف يفكر، يتخذ قرارات سريعة جدًا في وقت قصير. لأن أنت مثلًا لما حد بييجي يهاجم عليك في الكورة، أنت ما بتلحقش تاخد action، أنت لازم يا إما تباصي يا إما هتمرّر فأنت لازم يبقى عندك رد فعل سريع جدًا عشان تعرف تحقق حاجة معينة. فهي دي الفكرة، إن هي بيتطلب منك حاجات. بمجرد إن أنت عندك شغف أو إن أنت عندك فكرة، ده مش معناه إن أنت أحسن واحد أو إن أنت أجمد واحد، لأن إحنا كلنا عندنا أفكار وكلنا عندنا طموح، كلنا شغوفين بنفس الحاجات اللي أنت بتفكر فيها. لأن أنا برضه جات في حاجة في بالي فكرة، إن أنت النهارده لو محققتش اللي أنت عايز تعمله، في غيرك بكرة هيجي يعمله. ودي فعلًا أنا شُفتها في حاجات كتير. يعني أنا مثلًا كان في شركة أنا وواحد صاحبي عايزين نعملها اسمها Midvantage عشان marketing agency للسوشيال ميديا. إحنا عملناها مثلًا النهارده، تاني أو بس أجلنا كام حاجة، تاني يوم لقينا في شركة اسمها كده طالعة. اللي هو يعني الاسم إحنا اللي عاملينه والحاجة كلها اللي إحنا عاملينها من الأول للنهاية. ففجأة جت في دماغ حد تاني. فده إزاي؟ فده اللي بيثبت فكرة إن اللي أنت مش هتعمله النهارده غيرك هيعمله بكرة. فما تقفش عند كلمة الشغف والطموح والكلام الإيجابي والpositive energy والحاجات الجميلة دي كلها، لأن الكلام ده ما بياكلش عيش، الكلام ده بيزق معاك الدنيا لقدام سيكا بس مش هينجحك. لأن النجاح في حد ذاته لازم تبذل مجهود كبير جدا وتيجي على نفسك وتستغل بقى قدراتك اللي هيئت لك إن أنت عندك شغف، علشان هي دي اللي هتنجحك، هي دي اللي هتساعدك إنك تطلع لقدام وتحقق الشغف أو الطموح ده. من هنا تبدأ تفكر بقى فعلا، هل أنا فعلا عايز المكان ده ولا لأ؟ إيه بقى السؤال ده؟ علشان أنت زي ما قلنا قبل كده إن الحياة طالع نازل. فأنت دلوقتي في الطالع، فأنت في الطالع دي أنت عندك طاقة لا نهائية، هتعمل وهتذاكر وهتبذل مجهود وبص هتعمل البحر طحين. بس وأنت نازل بقى، مين اللي هيطلعك فوق؟ إيه اللي هيرجعك تاني للقمة تاني علشان ترجع تبذل مجهود؟ هنا بقى تيجي الفكرة،
إن أنت يبقى عندك دايمًا معادلات أو عندك حاجات في دماغك أو حاجات بتشجعك لقدّام، ومش شرط الحاجات دي تبقى مكونة في بني آدمين، لأن ما تعتمدش على بني آدمين، لأن الاعتماد على البني آدمين ده بيوقّع. لأن أنت النهارده بتروح تكلم فلان، افرض فلان ده عنده مشكلة، افرض فلان ده بقى يعني في الdown بتاعه، إن هو مش قادر إن هو يدّيك طاقة ومش قادر إن هو يشدّك لقدّام. فنصيحة مني لأي حد بيتفرّج، ما تعتمدش على بني آدم بأي شكل من الأشكال، وده مش تقليلًا من البني آدم اللي أنت بتعتمد عليه، لأ، لإن فكرة إن البني آدمين زيّنا، يعني هو في يوم هيبقى كويس، في يوم هيبقى تعبان، يوم هيشدّك، يوم ما يبقاش قادر يعمل لك حاجة. فأنت لمّا يبقى الشخص التاني مش قادر يعمل لك حاجة، ما تبقاش أنت كمان واقع، فتبقى أخّرت نَفْسك وزعلان من الشخص التاني، وتحس إن الحياة كلّها وقفت لأجل إن أنت اعتمدت على شخص. لأ، اعتمد على نَفْسك، خلّي الحاجات اللي بتشجّعك أو بتدفعك لقدّام هي حاجات أنت بتعرف تعملها، خروجة، فيلم، تسمع حاجة معيّنة بتحبها، الصلاة، يعني أي ربط بينك وبين نَفْسك هو ده اللي يشجّعك لقدّام، مش ربط مع حد تاني عشان ما تستناش التقدُّم من حد تاني. ونفس الفكرة في الgym، دايمًا الناس بتقول لك خلّيك في الأول مع حد يزُقّك، بس بعد كده أنت لوحدك. ليه؟ لإن في الأول ماشي هيشجّعك، هتنزلوا سوا، بعد كده هو هيكسّل، وأنت لو كسّلت على كسله وأنتم خلاص أنتم الاتنين ضِعتوا، فاهم؟ فأنت ما استفدتش حاجة. فأنت في الأول بيشدّك، بيشجّعك، بتاع، لكن بعد كده أنت بتعتمد على نَفْسك فقط، لإن نَفْسك هي اللي هتودّيك كل يوم، نَفْسك اللي هتخلّيك تتطوّر، تحسّن من أكلك، لإن هو ما حدّش هيشوفك، ما حدّش هيشوف أنت بتاكل إيه، هيشوف أنت بتعمل إيه، ما حدّش هيشوف أنت بتحقق شغفك ده بكام في المِيّة. عشان كده ما تفكّرش في كلمة شغف أكبر من حجمها، هي مجرّد كلمة حلوة، كلمة بتشجّعك لقدّام، كلمة بتبيّن إن أنت حياتك فيها حاجة جديدة، بس هي حياتك مش هتقف عند كلمة شغف، ودي أهم حاجة تخلّي بالك منها. إن الشغف ما هو إلا كلمة. عشان كده عايزك تقعد كده مع نفسك قبل ما تفكر أو قبل ما تدخل في أي حاجة جديدة، تشوف أنت إيه اللي خلاك تتشجع للحاجة دي، إيه القدرات بتاعتك إن أنت توصل للحاجة دي، ومن هنا بقى هتعرف أنت إزاي هتعرف تحققها، وتعرف تحدد مدة زمنية للحياة اللي أنت عايز تحققها وتحققها إزاي. لأن هو ده أهم حاجة، إن أنت تعرف أنت هتحقق الكلام اللي أنت بتقوله ده إزاي، وهحققه في فترة قد إيه. أنا لو هاتعلم حاجة فأنا هاتعلمها في مدة، فطول ما الوقت بيعدّي، طول ما أنت مش رابط نَفْسك بمدة زمنية، فحياتك كلّها بتعمل الحاجة الصغيّرة دي بس. فأنت كل ما بتربط فترة زمنية قصيّرة أو فترة زمنية عادلة إن أنت تحقق حاجة معيّنة، دي بتدّيك قدرة إنّك تحققها أكتر. وده نَفْس فكرة الدراسة أو الشغل، إن إحنا ليه دايمًا بننزنق قبل تحقيق الtarget أو قبل الحاجة الأخيرة، لإن أنت بتبذل كل مجهودك، رغم إن أنت لو كنت بذلت المجهود ده على الفترة الكبيرة، أنت كان حققت أكتر بكتير. عشان كده في ختام حلقة النهاردة حابين نوضح إن زي ما قلنا الشغف هو مجرد فكرة، فالفكرة حلوة، بس ادعم الفكرة دي بحاجات في أرض الواقع عشان توصل للي أنت عايزه. لأن طول ما الفكرة قاعدة لوحدها في دماغك فهي مش هتتحقق، هتفضل في دماغك مش هتطلع لأرض الواقع. وعشان أخرج حاجة من هنا لأرض الواقع لازم لها مجهود كبير جدا، وربنا يوفقك وتسعى في الشغف أو في الحياة أو في الطموح اللي أنت عايزها، وتبذل المجهود اللي أنت تقدر عليه أو إن أنت تيجي على نفسك فيه شوية عشان تحقق شغفك وطموحك ده. وأتمنى إن الحلقة النهاردة تكون مفيدة، وعايز أي حد يتفرج على الحلقة يقول لي حاجات ممكن نتكلم عليها، أفكار مثلا ممكن بتواجهك، مشاكل أو حاجة واقفة قدامك ممكن نتكلم عليها سوا. دي كانت حلقة جديدة من دفتر العراف، كان معاكم فارس الطراز.